وجل في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة، منن الله سبحانه وتعالى على عباده لا تحصى، وآلاؤه سبحانه وتعالى لا تستقصى. وأجل هذه النعم نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، نعمة الإسلام ببعثة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ونحن اليوم في شهر ربيع، في هذا الشهر ولد عليه الصلاة والسلام، وفيه هاجر، وفيه جاءته البعثة. هذا الشهر المبارك الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فيحسن أن نتذاكر فرضية محبته ودواعي المحبة وكيفية التعبير عن المحبة وآثار هذه المحبة على الفرد والمجتمع. حب النبي عليه الصلاة والسلام فرض، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبته فرض، وبالتالي من دواعي هذه المحبة أن يقتدي الإنسان بسنته، وأن يرضى بشرعه، وأن يتحاكم لشرع الله عز وجل راضية نفسه مطمئن قلبه. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى زكاه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. زكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون. زكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى رسالته فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف لا؟ والله عز وجل قرن رضاه برضا رسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. كيف لا؟ وقد قرن طاعته بطاعة رسوله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف لا؟ وقد قرن بيعته ببيعة رسوله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كيف لا؟ وقد قرن محبته بمحبة رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا
يساوونك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناه. عليك أفضل الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله. الغزالي أيها الإخوة قال: إنما يحب المرء لثلاث خصال: لجماله وكماله ونواله. ونبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجمال والكمال والنوال. إن كان على الجمال فلقد وصفه غير واحد من الصحابة، والحديث صحيح عند الترمذي، يقول: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه. ولما وصفه أنس بن مالك، والحديث في صحيح الإمام مسلم، قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عن الكمال فيكفينا حديث الصديقة كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد وعند غيره، قالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. وأما عن النوال فهو صاحب الشفاعة العظمى، عندما يقول الأنبياء: سلم سلم، فيقول: أنا لها. وهو الذي قال له ربه عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهو الذي قال له ربه عز وجل كما عند الترمذي وهو صحيح: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فدواعي محبته عليه الصلاة والسلام كثيرة عظيمة. يكفينا أنه منبع الأخلاق والفضائل. إذا الأخلاق في آفاقها جمعت بك فينا يا رسول الله يضرب المثل. يكفينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام معلم الإنسانية الخير، وأن كل منصف في هذه المعمورة في شرقها وغربها عندما تكلم بإنصاف قال أن هذا الرسول المعلم عليه الصلاة والسلام بسنته ومنهجه هو باب النجاة للبشرية كلها في كل مشاكلها. قال أحد المستشرقين: والله لو كان محمد بيننا لحل مشاكل العالم قبل أن يحل حبوته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أحيانا حبك يا مختار أحيانا، وصار المكان من ذكراك نشوانا. مهما كتبت لظى شوق يؤرقني، قد يفضح القلب دمع العين أحيانا. يا قلب أنت جنيت الحب من صغر، فمنا بلال وزد في الآل سلمانا. أيها الإخوة، من آثار محبته عليه الصلاة والسلام أن نعمل بسنته وهديه، لا أن نتنازع. في كل عام يأتي هذا الشهر المبارك فتجد صفحات التواصل، وإن أردنا أن نعبر عنها بالشكل الصحيح صفحات التقاطع الاجتماعي بين مؤيد وبين مانع للاحتفال بذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام.
باختصار هذه مسألة فقهية والنظر فيها طويل، وكلام الأصوليين في مسائل الترك طويل جدا، لكن هذه من الوسائل التي يتقوى فيها المجتمع بفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتقوى فيها المجتمع على فهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام. هل من منهجه أن نختلف والحق شعواء دخلت إلى بيوتاتنا؟ حرب المنكرات والفجور، الحرب الصارخة، السيل العرم من المخاطر التي تحدق بالمجتمع، لم يبقى عندنا إلا أن نتحدث في هذا الأمر. من دواعي محبته، من آثار محبته عليه الصلاة والسلام، أن نقتدي به بسنته الثابتة الراسخة، أن نحب أصحابه لا كما يصنع بعض الفجار يزعمون حبه ويشتمون أهل بيته وأصحابه، يشتمون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. عجيب. قد جاء في الحديث الذي رواه الشافعي وهو حديث حسن بسنده: إن الله اختار لي واختار لي أصحابي. فأصحاب النبي كما قال ابن مسعود هم اختيار الله عز وجل للنبي من أجل أن يصحبوه. هل من محبة النبي ما يزعمه بعض الناس من الحكام إلى الأقسام، من الحكام الذين يزعمون الدفاع عن رسول الله ويكون ذلك كذب وزور وافتراء، وتكون هذه ورقة انتخابية، أو من أجل جلب أحاسيس الناس وعواطف الناس. أين الحب؟ الحب انتصر كما زعر الصحابة دفاعا عن دين الله عز وجل، انتصر في وجه المعتدي. أين الحب الذي تزعمونه وأنتم اليوم تقتتلون على نعاعة من الدنيا وتزهقون أرواح إخواننا من أجل نعاعة من الدنيا، من أجل الحرص على الدنيا؟ لو ادعيتم الحب لقلنا لكم أن أفعالكم تكذبكم. حب النبي أعمال يقوم بها الإنسان، شرف، صلة، عطاء، همة، بذل، جهاد، قربة، تجرد عن حظوظ الدنيا. هكذا تكون محبته. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعلي في القياس شنيع. لو أحببته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. محبة النبي آثارها أن نحب أهل بيته، وأن نحب أصحابه، وأن نحب الدعاة لدينه، وأن ننشر دينه، وأن نبذل لأجل دينه الغالي والرخيص والنفس والنفيس. وإلا فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تدين لهم بذاك. أسأل الله أن يكرمنا بمحبته محبة صافية خالصة، وأن يريدنا على حوضه حتى نشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.